هو الحقيقة كان هناك تضارب في الموقف الأمريكي، يعني أول تصريح خرج من وزير الخارجية كيري عندما كان في موسكو، وكان كلام مضطرب جدًا، وكان مغزاه يعني أن يبقى الوضع كما هو عليه، و و وأن لا يكون هناك سفك دماء، ويكون هناك يعني سلام وكذا، وهذا يعني موقف كان ضعيف جدًا وليس ضد الانقلاب وكان غريب. ثم أصلح هذا الموقف أوباما بعد 3 سنوات عندما ظهر أن الانقلاب يعني فاشل، فأصدر بيان في البيت الأبيض، ولأول مرة يعني في تاريخ السياسة الأمريكية أن يقول رئيس الجمهورية أنه هو ووزير الخارجية اتفقا على أن يدين الانقلاب وكذا، وكان طبعًا تبرير للموقف أو مش تبرير، كان تخليص كيري من موقفه الضعيف. لا أعتقد أن أمريكا متورطة تورطًا مباشرًا في الانقلاب، ولكن أظن أنها كانت على اليقين أنها كانت تعرف عنه، ولكن لم تقل للسلطات هنا عنه للأسف يعني. أنا لا أعتقد أن الأمريكان متورطين، ليس هناك دليلا، يعني قد يكون ذلك ولكن ليس هناك دليل على الإطلاق على أن الأمريكان يتدخلوا تدخل مباشر، ولكن جماعة جولان قطعا كانوا مخترقين للجيش، وأتصور أنهم قد يكونوا قالوا لبعض الجهات الأمريكية بالانقلاب، وهذه الجهات كانت تنتظر، إذا نجح كانوا سيدينونه وإذا لم تنجح كانوا سيدينونه. طبعا هناك محور، هذا المحور تكون بعد الثورات العربية، ثورات الربيع العربي في 2011، وموجود من عدة دول يعني في الخليج وغيره، وهذه الدول تريد أن تحبط هذه الروح الثورية الجديدة التي سارت في العالم العربي، وكانوا ينظرون إلى تركيا أن هي المناصر الوحيد الإقليمي لهذه الشعوب التي تريد أن تنتزع حريتها وأن تستعيد ديمقراطيتها، وكان هناك قرارا من هذه الدول بأن تسقط حكومة العدالة والتنمية، بأن يسقط الرئيس أردوغان، بأن تتغير السياسة الخارجية لتركيا، ولكن الله سلم. هؤلاء الناس تآمروا وشاركوا مشاركة مباشرة مع الضباط الجولانيين بكل أنواع المساعدة المالية وغير المالية. هي معظم هذه المعلومات موجودة عند القيادة التركية هنا بأدلتها، يعني هم لم يكشفوا هذه الأدلة ولكن هم متأكدين من تورط مثل هذه الدول. بالنسبة لسكاي نيوز للأسف الشديد قامت بدور سيء جدا ليلة الانقلاب، كنت أتابعه يعني باستمرار، كانت يعني تبرر لهذا الانقلاب، بل تنتصر هذا الانقلاب، بل تقول للناس أن هذا الانقلاب نجح، حتى أن مراسلهم في واشنطن رجل اسمه محمد معوض هو الذي أخرج شائعة أن الرئيس أردوغان يطلب لجوء سياسي في ألمانيا، وهو في تلك الليلة قابل جولان، وكان سيذيع هذه المقابلة في سكاي نيوز لو نجح الانقلاب، ولكن الله سلم ولم ينجح.